محافظات عطلت الدوام بمدارسها وقللت ساعات العمل غدا وبعد غد. قررت عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في مدارسها مع تقليص ساعات العمل ليوم غد وبعد غد. وأعلنت محافظة كركوك عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليومين. وقال محافظ كركوك ريبوار طه في بيانه أنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية. وأضاف أن ذلك جاء للحفاظ على سلامة الطلاب. كما أعلنت محافظة صلاح الدين عن تعطيل دوام الغد وتقليص ساعات العمل. وقالت المحافظة في بيان أن محافظ صلاح الدين بدر الفحل اطلع على التقرير الصادر عن الأنواء الجوية في المحافظة، والذي أشار إلى انخفاض حاد وغير مألوف في درجات الحرارة. وبناء على ذلك وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس في المحافظة ليوم غد الاثنين 24 من شباط حفاظا على سلامة الطلبة. وأضاف البيان كما تقرر تقليص الدوام الرسمي، حيث سيبدأ الدوام في جميع الدوائر الحكومية الساعة 9 صباحا بدلا من 8 صباحا. وقرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في المدارس فقط. ووجه في بيانه أن يكون دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة 9 صباحا بدلا من الساعة 8 صباحا بسبب انخفاض درجات الحرارة. كما قررت مدينة حلبشة تعطيل الدوام الرسمي في نواحي بيارة وطويلة يوم غد الاثنين بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة. ووجه ممثلية التربية في السليمانية رباح حسن علي التميمي بتعطيل الدوام في المدارس التابعة للمحافظة ليوم غد بسبب انخفاض درجات الحرارة حفاظا على سلامة وصحة الطلبة. كما قررت ممثلتي التربية في أربيل ودهوك أيضا تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.